الفيديو ده نصيحة لشباب الجراحين زملائي صغار سنا وحديث التخرج. من فضلك invest in yourself. يعني ايه؟ يعني استثمر في نفسك. في حاجات مهمة جدا في الاستثمار في النفس بالنسبة للآلات. أول حاجة لازم يكون عندك سيرجيكال لوبس ديسنت براند زي الكيلر ده ميد ان يو كي، في منه بريزماتيك وفي منه نورمال لينس وفي منه هاي ريزوليوشن لينس. أنا بنصح كل شباب الجراحين إنه يستثمروا في جود براند لوبس. تاني حاجة اللي مهمة جدا هي الآلات الجراحية. لازم يبقى عندك الآلات بتاعتك أنت، ولازم تشتري ديسنت سيت اوف انسترومنتس من ديسنت برودكتس. ومش ضروري تشتري الست كلها في مره واحده، ممكن تقسمها كل شهر كل شهرين قطعه من الالات. ولازم قبل ما تستخدم الاله او قبل ما تشتري الاله تكون استخدمتها وعرفت ان هي فيتنج ويل ان يور هاند، وعرفت ازاي تستخدمها بالطريقه الاحسن. ثالث حاجه واهم حاجه، استثمر في كورس كويس للتصوير. والتصوير الحقيقه اول ما بيجي ذكره بتحس ان هو التصوير عشان الدعايه. مش هو ده السبب الرئيسي للكورس للتصوير، ولكن مهم جدا ان انت كجراح يكون عندك before and after for your self auditing. انت نفسك تقيم نتائجك وتحسن من نفسك. فمن فضلكم استثمروا في نفسكم. لو عندكم اي اسئله ابعتوها لي في الكومنتات وانا هرد عليها. معكم الدكتور احمد عبد الجواد، consultant plastic surgeon Northwest of England.